جولة قام بها فريق الريان بمحمية الرشيدية. نتابع معاكم وأيضا أنتم تتابعون معنا المحمية. لم يحل بعد المسافة بين قطر ومدينة الرشيدية في المغرب دون وجود صفات بيئية ومناخية متشابهة، فالرشيدية تمتاز ببيئة صحراوية ساعدت على نمو أنواع مختلفة من النباتات التي تحتاج إلى مثل هذه البيئة، بالإضافة إلى أنها تحولت إلى موطن للكثير من الطيور والحيوانات التي تتكاثر في مثل هذه البيئة، ومن بينها طير الحبارة. الأمر الذي جعل دولة قطر تساهم في المحافظة على الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها، وكذلك المحافظة على الحياة الفطرية. ومن هنا جاءت فكرة اهتمام دولة قطر، فأنشأت مشاريع بيئية عديدة منها محمية الرشيدية لتكاثر طيور الحبارة التي أقيمت على مساحات شاسعة من الأراضي بهدف رعاية منتوج هذه الفصيلة من الطيور النادرة. تستوطن الحبارة في السهول المفتوحة والمناطق شبه الصحراوية في العالم، إلا أن بعض الأنواع الإفريقية تنتشر في مناطق تكثر فيها الأشجار الشوكية الكثيفة. يبذل مشروع تربية وتكاثر الحبارة في محمية الرشيدية جهوداً جبارة لحماية هذا النوع من الطيور، إذ يطلق المشروع حوالي أكثر من 1300 طير في السنة إلى البراري، وذلك لدعم أعدادها في البيئة وحمايتها من الانقراض. تحقق المحمية الهدف الأسمى، وتضع دولة قطر عبر المؤسسة الدولية لأبحاث الحياة الفطرية تضع بصمتها الخاصة ليس في الحفاظ فقط على طير الحبارة، وإنما في تكاثر هذا الطير بطرائق علمية مدروسة تحميه من الانقراض وتكاثره وإعادة توطينه في الطبيعة، علاوة على حماية بعض الطيور والحيوانات الأخرى المهددة من الانقراض. إذن هذه الطبيعة اللي كنا نتحدث عنها وشفنا معكم طبيعة قطر.